بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السيدات والسادة، ممثلي وسائل الإعلام، مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية التي تنظمها دبليو إمكورا، والمخصصة لتوضيح حقيقة الأخبار المتداولة مؤخرا حول مستقبل اللاعب مغناس أكليوش وإمكانية تمثيله للمنتخب الوطني الجزائري بدل المنتخب الفرنسي. خلال الأيام الماضية تم تداول عدة أخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال تغيير أكليوش لجنسيته الرياضية، وهو ما استدعى منا توضيح الصورة للرأي العام بالاعتماد على القوانين الرسمية المعمول بها من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. مغناس أكليوش البالغ من العمر 23 سنة ينحدر من أصول جزائرية من جهة والديه، وقد مثل سابقا مختلف الفئات السنية للمنتخب الفرنسي قبل أن يختار رسميا تمثيل المنتخب الفرنسي الأول منذ شهر سبتمبر 2025 وفقا لقوانين الفيفا الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية، والتي تم تعديلها سنة 2020 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2021. فإن اللاعب لا يمكنه تغيير المنتخب الذي يمثله إذا كان قد شارك في أكثر من 3 مباريات رسمية مع المنتخب الأول قبل سن 21 سنة، أو شارك في منافسات دولية رسمية كبرى، أو لم تمر 3 سنوات كاملة على آخر مشاركة رسمية له مع المنتخب السابق. وبالرجوع إلى وضعية ماغنس أكليوش نؤكد أنه خاض 5 مباريات رسمية مع المنتخب الفرنسي الأول، آخرها كانت ضمن تصفيات كأس العالم 2026، إضافة إلى تجاوزه سن 21 عاماً، وهو ما يجعله غير مؤهل قانونياً لتغيير جنسيته الرياضية في الوقت الحالي. كما نذكر أن شرط امتلاك جنسية الدولة الجديدة عن طريق الأبوين أو الأجداد أو الإقامة وحده لا يكفي إذا كانت الشروط الرياضية غير مستوفاة، وهو ما ينطبق على حالة أكليوش. وعليه تؤكد دبليو إم كورا أن مغناس أكليوش غير قادر حالياً على تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، وسيبقى لاعباً دولياً مع المنتخب الفرنسي إلا في حال حدوث تعديل مستقبلي على قوانين الفيفا. في الختام، نشكر جميع المتابعين ووسائل الإعلام على اهتمامهم، ونؤكد التزامنا في دبليو إم كورا بتقديم المعلومة الدقيقة والموثوقة بعيداً عن الإشاعات. شكراً لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.